خليني احكي لكم قصه صغيره كده. كان في اونر مزرعه عنده شويه عجول واغنام. في يوم لقى واحد من العجول واقع ميت فجاه من غير اي اعراض. فجاه كده الحيوان مات. للاسف هو ما خدش باله من خطوره الموضوع، وابتدى يتعامل مع الحيوان الميت بايده من غير اي وقايه. وبعد كام يوم ظهر عنده قرح غريبه سودا في ايده، وابتدى يحس بارتفاع في درجه الحراره وتعب شديد. ولما راح للدكتور عرف ان السبب هو انه انتقل له مرض الجمره الخبيثه من الحيوان اللي كان بيتعامل معاه من غير اي وقايه ومن غير اي حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مرض من أخطر وأشهر الأمراض اللي بتصيب الحيوانات وكمان ممكن يعدي الإنسان، وهو مرض اسمه الجمرة الخبيثة أو الأنثراكس. المرض ده سببه بكتيريا اسمها الباسيلاس أنثريسيس، ودي بكتيريا مميزة جدا لأنها بتعمل حاجة اسمها سبورز، والأبواغ دي بتقدر تعيش في التربة عشرات السنين من غير ما يحصل لها حاجة. يعني لو مزرعة حصل فيها إصابة زمان، ممكن بعد سنين طويلة الحيوانات ترجع تتصاب تاني لو اتعرضت للتربة دي. الحيوان بيتصاب لما بياكل أو يشرب حاجة ملوثة بالأبواغ دي، ممكن كمان يدخل عن طريق جروح في الجلد او عن طريق الاستنشاق. علشان كده المرض خطر جدا لانه بيوصل للحيوان بطرق مختلفه. ايه الحيوانات اللي ممكن تتصاب؟ عندي الابقار والجاموس والاغنام والماعز وحتى الخيول، كل دول معرضين للاصابه. واللي اخطر انه كمان مرض مشترك، يعني ممكن يعدي الانسان. بالنسبه للاعراض بتاعته، في الحيوانات الكبيره زي الابقار والجاموس ساعات المرض بيجي فجاه من غير اي اعراض، تلاقي الحيوان ميت مره واحده، وده بيحصل لان البكتيريا بتفرز سموم قويه جدا. في حالات تانية ممكن نشوف حراره عاليه او في ضعف شديد وخمول، كمان ممكن يبقى فيه رعشه، وبيبقى فيه نزيف دم غامق من الفم او الانف او حتى الانس. والنزيف ده بيبقى مميز لانه دم غامق ومش بيتجلط بسرعه. في الاغنام والماعز بيكون الوضع اشد واسرع، وغالبا بينتهوا في ساعات قليله وما بنلحقهمش. طيب بالنسبه للانسان، ممكن يتصاب لو لمس حيوان ميت بالجمره الخبيثه او منتجاتها زي الجلد او الصوف، وده بيعمل قرحه جلديه مميزه جدا اسمها الانثراكس ألسر، بيبقى فيها لون اسود. ولو العدوى دخلت عن طريق التنفس، ودي اخطر حاجه، بتعمل انثراكس نيومونيا، ودي خطيره جدا ومميته في بعض الاحيان. اخطر حاجه في الموضوع كله هو التعامل مع جثث الحيوانات اللي ماتت بالجمره الخبيثه. ممنوع اطلاقا تتفتح او تتشال بشكل عشوائي، لان اول ما الجسم بيتفتح البكتيريا بتتحول لابواغ زي ما قلنا، وبتقعد في التربه عشرات السنين. فعلشان كده لازم تبقى واعي بخطوره اي مرض قدامك، وما تحاولش تتعامل بشكل مباشر مع حاله انت ما تعرفش عنها اي حاجه، حاله بالنسبه لك مبهمه تماما، فلازم تاخد بالك بعد كده. طب ازاي نقي الحيوانات بتاعتي؟ اول حاجه واهم حاجه هي دفن الحيوان المصاب صح، او حرقه علشان نمنع انتشار المرض تماما. كمان المزارع اللي ظهر فيها اصابه لازم تتبلغ عنها فورا. كمان في حملات تحصين بتتعمل ضد المرض في بعض المناطق المعرضه. الخلاصه، الجمره الخبيثه مرض خطير وسريع ومشترك بين الانسان والحيوان، واي اشتباه فيه محتاج تدخل بيطري عاجل جدا علشان نحافظ على الحيوانات ونحافظ على نفسنا كمان.